السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نشوف النهارده مع بعض كده فيديو جديد كتير خاص بالمبيعات. انا عندي هنا في المبيعات، انا زودت تطبيق جديد خليته اسمه سيلز اوردر لاين ريبورت. وده بيجيب لي دايركت البرودكت كاتيجوري، جوه منها طبعا اقدر اعمل البرودكت حسب البرودكت بتاعتي. والتقرير ده بيبقى باي ديفولت بيفتح لي على الكوانتيتي بتاعتي، اليونت كوست الواحدة بتاعت نفس المنتج، والتوتال كوست بتاعت المنتج، توتال تكلفة المنتجات دي، الخمس منتجات دول تكلفتهم 5 في 15 ب 75، وسعر بيع المنتج 5 في 25 بيدينا سب توتال 125، ويقول لي المارجن اللي هو 125 ناقص 75 اللي هو 50، ونسبة المارجن ده قد إيه. ده طبعا تقرير مش ستاندر، واحنا جايبينه من سيلز اوف ديزاين وليس التقرير العادي الموجود في السيستم، لان احنا لو رحنا هنا على السيستم بتاعنا وجينا على السيلز هنلاقي ان احنا عندنا اللي هو تقارير السيلز العاديه، اللي هو بيجيب لك السيلز اوردر اللي هو كليست او بيفوت، وتشوف هنا الميجرمنت بتاعتك وتقول له والله انا عايز مثلا بالبرودكت كاتيجوري وعاوز هنا ايه، او تقول له هات لي المارجن، اقول له اقفل لي دي كلها، هات لي المارجن، هات لي اوردر كوانتيتي، هات لي ديليفرد، هات لي انفويسد، هات لي المارجن، هات لي التوتال، هات لي اليونت برايس. بس مفيش الكوست، مفيش التوتال كوست، مفيش التفاصيل الخاصة بالجزئية اللي هي إيه بتاعت إن أنا من شاشة واحدة فقط أقدر أطلع تقرير ربحية المنتجات بكل سهولة، بحيث إن هو أنا من خلال التقرير بتاعي أقدر أشتغل. طيب التقرير دوت مفيهوش كوست. طيب هل على أساس الأوردر لاين في كوست؟ في كوست. ده موجود فين؟ ده موجود على سيلز اوردر لاين هنا، اللي هو الكوست والمارجن. ده طبعا بنفعله من الكونفجريشن الخاصه بالسيلز، ونقول له ظهر لي المارجن. لو جينا كتبنا مارجن هنا في السيرش، او لقيناها هنا معانا شو مارجن اوردرز، وده بيظهر معايا ثلاث فيلدات على مستوى اللاين بتاع الاوردر، اللي هو الكوست والمارجن بقيمه والمارجن بنسبه، وبنظهرهم معانا. تمام. بيظهر معايا كمان المارجن هنا نسبته كام، قيمته كام. طيب المنتج دوت لو انا جيت اعمل هنا اوردر جديد كده، تمام، عملت كاستمر، حطيت اي كاستمر موجود، مثلا قلت له في ربيع، وجيت عملت اد برودكت، واخترنا مثلا الاوفيس شير ده. لو جينا بصينا هنا ان تكلفة المنتج كام؟ اللي هي 500. طيب لو انا خليت دي مثلا 1200، عشان بس نبقى برضه ايه، في فرق ما بين الارقام كده، لان هنا ايه الكوست 500. لو انا رجعت الكوست 500 هنا دي، طبعا زي ما انتم شايفين يعني الاون هاند والريميننج واللاست بيرشيزنج او لاست سيلز برايس والمينيمم سيلز برايس والكلام ده كله، ده كانت فيلدات احنا عاملينها لسه كوست برضو. فيلدات احنا عاملينها في الفيديوهات اللي قبل كده، تقدر تراجع على الفيديوهات دي وتشوف كل الايه التفاصيل بتاعتها. يعني في اكتر من فكره كويسه، منهم الريميننج بتاع الكميات، في منهم اللي هو الليست يعني كوست، اللي انا ما ببيعش منتج اقل من تكلفه، عندي المينيمم برايس برضو، اقول ان اقل سعر اقدر ابيع بيه بناء على تكلفه المنتج او سعر بيع المنتج. يظهر معايا التفاصيل، يبقى عارف معايا الفكره قد ايه، ده بقدر احددها بقى بنسبه 80 90 20 40 حسب ما انا بحدد. تمام. ده بالنسبه للتفاصيل دي. عندي هنا الكوست، الجزء الخاص بالموضوع بتاع الكوست ده اللي مهم. انا عندي هنا الكوست وسعر سعر السيلز برايس 1200، فجاب لي 700 ده على مستوى الايه القطعه الواحده من المنتج ده. طب لو انا قلت له مثلا انا عايز قطعتين، القطعتين تكلفتهم هيبقوا 1000 مش 500، صح؟ زي ما هو عمل ان 1400 ل 700 في 2، فالمفروض يعمل لي هنا التكلفه برضه 1000 ايه، 1000 جنيه. فبالتالي مش مسمع، حتى لو انا زودت الكميات كلها برضه مش مسمع، مسمع في المارجن بس مش مسمع في الايه في الكوست. طب ايه الحل للموضوع دوت؟ الحل في الموضوع دوت ان انا افتح كده هنا الاستوديو، واجي على السيلز اوردر لاين، وافتح الفيو، واقول له هنا اعمل لي اد ديسمل
فيلد واحطه هنا على اللاينات بتاعتي. تمام. واقول له والله ديسمال فيلد ده اخليه اسمه توتال توتال كوست. تمام. طيب الفيلد دوت هيجيب من فين لفين؟ هيجيب من الكوانتيتي ويضربها لي في اليونت كوست بتاعتي اللي هي على مستوى ايه اللاين. طيب انا هفتح تاب كده جديده. تمام. واقول له والله آه، افتح لي هنا المور. تمام. عشان هعمل الفيلد ده يبقى كمبيوتد يحسب لي الايه التفصيل. طبعا احنا شفنا قبل كده في فيديو القناه بتاعتنا ازاي اعمل كمبيوتد فيلد، ونقدر نرجع له ونشوف الفيديوهات دوت. ممكن هسيب لك برضه رابط الفيديو ايه في الوصف. فانا هنا بكل بساطه باجي اخد الفيلد ده احطه في سوري في الديبندنس. تمام. عشان يبقى هو ايه اول فيلد هنشتغل فيه. طيب بعد كده هو تحت هنا بيقول لي ايه تو كومبيوت فيلد استخدم الكود دوت. طبعا هستخدم الكود ده بكل بساطه واحطه ايه هنا. تمام. فور ريكورد ان سيلف انا عايز ايه؟ عاوز الفيلد اللي انا قايل هياخد القيمه فيه، طب احطه هنا. طيب بعد كده انا بقول له والله شيل لي اللين دي، شيلها لي خالص، وشيل لي ايه اللي بعد الدوت ده خالص برضو. تمام. بشيله وباخد اسماء الفيلدات اللي انا عايز اضربها في بعضها. ايه اسماء الفيلدات اللي انا عايز اضربها في بعضها؟ اول واحد هو الكوست. يعني نفتح الاستوديو تاني هنا كده. الكوانتيتي في الايه في الكوست. تحت الليست فيو قلت له ظهر لي شو اليمنت فيزيبل اليمنت، وهات لي الايه الكوست بتاعت البرودكت. تمام. ادي الكوست اهي. واقول له هات لي التكنيكال نيم بتاعها purchase ايه برايس. ارجع هنا اقول له آه، حط لي الفيلد ده. بعد كده اعمل لي نجمه وسبيس، اكتب لي ريكورد دوت الفيلد التاني اللي انا عايزه. ما انساش كلمه ريكورد دوت علشان ما يطلع لناش اي ايرورز او اي شيء آه، يحصل لنا في الشغل. انا عاوز ايه اللي هي الكوانتيتي دي. باخد هنا البرودكت يونت اوف ميجر كوانتيتي واحطها في ريكورد دوت. تمام. القيمه دي. طبعا هاجي هنا احط الفيلدين دول في الديبندنس برضو. اخد البرشيزنج كوبي بيست، كله ايه كده. كده انا سيفت واموري تمام مفيهاش مشكله، بحيث ان هو يطلع لي الايه الفيلد اللي انا عايزه. اجي هنا هقفل الاستوديو اعمل ريفرش كده كويس، واقول له ايه اعمل لي ريلود كده للبيدج، ونختار المنتج مره تانيه نشوف التفاصيل. بعد كده ببدا ان انا اعمل هنا عميل مثلا، واقول له ايه هات لي الشير بوكس، وجاب لي هنا الايه الفيلد حسبه لي هنا اهو من غير اي مشاكل. طبعا هنا ده السعر السيلز برايس ب 1200. طبعا احنا بدينا نظهر برضه هنا في بوست. تمام. وده كوست الايه القطعه الواحده. لو انا خليت هبيع مثلا قطعتين يجيب لي توتال الكوست اللي هو الايه ال 1000. طب لو بعت ثلاث قطع هيجيب لي توتال الكوست الايه 1000. طبعا انا مظهر معايا هنا المارجن. لو انا ظهرته هنا الاقي المارجن برضو بيزيد كل ما بايه الكميات بتزيد. انا قلت مثلا ايه 5 يبقى هي توتال الكوست 2500، المارجن ب 3000. انا على إن سعر البيع ضربه لي في 1200 هو 6000. 6000 ناقص 2500 هيديني كام؟ 3500. فده كده بالنسبة للإيه؟ للموضوع دوت. طيب أنا دلوقتي عملت هنا كونفيرم، وجيت أعمل جيت من الأوردر ده. يعني هنا إيه عايز نشوف
نعمل كده هنا جميع الأوردر ده. تمام. طيب، احنا كده ايه ظبطنا الامور بتاعتنا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده عشان اطلع التقرير بتاعي؟ انا هاجي هنا اقول له اعمل لي تقرير جديد بس على مستوى السيلز اوردر لاين، لان انا لو سبت دي كده زي ما هي برضه لو جيت هنا اروح على البيفوت تيبل وابص على المارجن الاقي الفيلد بتاع الايه اليونت اللي هو التوتال كوست دوت او اليونت كوست مش ظاهر معايا في التقرير. طب لو جيت بصيت هنا برضه مش موجود، ودورت هنا مش هلاقي الايه الكوست دي او التوتال كوست ده ظهر معايا هنا، ولا هيظهر معايا هنا، ولا هيظهر معايا في الفلترز هنا. طبعا هيظهر في الفلترز، ممكن يظهر في الفلترز هنا. برضه حتى كمان مش ظاهر معانا هنا. طيب ايه الحل في الموضوع دوت؟ ان احنا هنيجي هنا على الاستوديو واقول له اعمل لي اديت منيو. ايه الاديت منيو ده؟ المنيو بتاعنا اللي هو فوق هنا، بحيث ان احنا نحرك او نعدل او نضيف او كده اي تقارير احنا عايزينها او اي منيوز احنا عايزينها. انا بضيف هنا منيو جديده واقول له مثلا سيلز ريبورت لاين مثلا. اقول له ايه سيلز ريبورت لاين. تمام. سيلز اوردر لاين. وانا هل ده نيو موديل؟ هو نيو بس انا هستخدمه من اكزيستنج موديل موجودين بالفعل. انا عندي موديل اسمه ايه؟ سيلز اوردر لاين. فانا هاخد الاوردر ده اللي هو ايه اللاينات بتاعت السيلز اوردر نفسها، واقول له هنا ايه كونفيرم، وارجع اعمل هنا اديت واسحبه بلاقيه نزل لي تحت هنا، اسحبه تحت التقارير. اطلع فوق كده شويه بعد كونفيجريشن ريبورتنج السيلز خليه هنا ايه في المكان ده، واقول له كونفيرم. بعد كده هنا ايه لو قفلت كده ورحت اطلع بره واقول له هات لي سيت اوردر لاين، تلاقيه جايب لي على الديفولت كانبان فيو والليست فيو. تمام. طبعا من خلال دوت اقدر بقى اطلع ايه ليست فيو، اقدر اطلع جروب باي برودكت واشوف التفاصيل بتاعتي واظهر الفيلدات اللي انا عايزها. هو انا باي ديفولت ايه الكوانتيتي، ديليفرد كوانتيتي، انفويسد، كوانتيتي ديليفر. اقدر اظهر وايه واخفيه واحدد البيانات اللي انا عايزها تظهر. طبعا ده بيكون جايب لي ايه كل التفاصيل حسب الاوردر. مثلا كل اوردر ايه المنتجات اللي كانت جواه، مثلا دول الاربع منتجات اللي كانوا موجودين في الاوردر دوت. تمام. ده الليست فيو. طبعا أنا مش عايز الليست فيو، فانا بفتح هنا الاستوديو مره ثانيه. تمام. وباجي اقول له هات لي هنا الايه التقرير ده، واقول له افتح لي التقرير ده. ونجينا نفتح الايه التقرير بتاعنا. طيب، خلينا نقفل الاستوديو تاني نرجع. انا فاتح هنا التقرير بتاعي اهو. اقول له هات الفيوز. تمام. هاجي الفيوز هنا وانا مخلي لي ايه الباي ديفولت الكمان فيو. انا ممكن هنا اغير دي اقول له ايه ديسيبل فيو، انا الغيه خالص لو مش عايزه يبقى ظاهر معايا. تمام. طيب هو خلى لي باي ديفولت الليست فيو از ان هو ايه، از ان هو ديفولت فيو. العلامه دي معناها ايه كده ديفولت فيو. طيب انا عايز اظهر ايه؟ عايز اظهر بيفوت، فبيقول لي هنا ايه اكتف فيو. فانا بضغط عليه كده اقول له ايه اكتف. هو بيظهره لي كده كايه تقرير. طبعا انا مش لسه ما اعرفش ايه التفاصيل اللي جايه اللي انا عايز اظهرها. فانا امسك بقى التقرير اقول له والله ايه عندي هنا كولوم، كولوم اللي هو ايه اللي فوق هنا يظهر لي كده ده كولوم. الرو جروبنج لو انا عايزه ايه يظهر لي الجروبس. طب انا عايزه يعمل لي ايه مثلا؟ اقول له اعمل لي باي برودكت كاتيجوري. كاتيجوري ادي ايه برودكت كاتيجوري يظهر لي هنا بايه برودكت كاتيجوري. طيب ده اللي هو ايه الرو. طب انت عايز السكند ليفل، السكند ليفل يبقى ايه؟ مثلا البرودكت نفسها هو ده. تمام اهو جاب لي البرودكت. تمام. طيب حاجه اسمها انا عندي حاجه اسمها ميجرمنت. الميجرمنت دي اللي هي جوه هنا. انا عايزه ايه باي ديفولت يظهر لي ايه في الميجرمنت دوت. انا هاجي هنا اقول له ايه ظهر لي بقى بالترتيب. انا عاوز مثلا اللي هو ايه البرودكت زي ما كنا عاملينها هنا.
الكوانتيتي والكوست والتوتال كوست اول حاجه. هو هنا الكوانتيتي، ادي الكوانتيتي. تمام. جاب لي الكوانتيتي هنا اهو، كميه المنتجات. بعد كده هنا الكوست اللي هي اليونت كوست اللي هو ده. بعد كده عاوز بعدها التوتال كوست، اقول له توتال كوست. جاب لي هنا ايه اجمالي كميه المنتجات. طيب انا عاوز بعد كده اظهر الايه اليونت برايس والسب توتال والمارجن والمارجن بنس. باجي هنا اقول له ايه اليونت اليونت برايس اهي. واقول له بعد كده السب توتال، السب توتال هو ده. وبعد كده هنا اقول له ايه المارجن. تمام اللي هو ده. بعد كده هنا اقول له برضه المارجن اللي هو بالنسبه. بعد كده عملت التقرير بتاعي وظبطت التفاصيل بتاعتي. وبعد كده عملت سيفنج وعملت كلوز. اول ما بقفل هو بقى التقرير بتاعي، وانسى ان انا دخلت عليه افتح كده بقى ظهر معايا التقرير ده. اقدر اشوف هنا الديفولت فيو. طبعا ممكن ارجع تاني واقول له خليني ان الفيو هو الديفولت. الفيو بتاع التقرير مش الليست، انا عايز الديفولت هو يكون الديفولت. اللي هو الديفولت عشان ادخل عليه كل مره واقفل. لو رحت على الريبورتنج جبت السيلز مثلا وبعد كده رجع لي جبت السيلز ريبورت لاين، بيفتح لي هنا كده ده يقول لي دي البرودكت كاتيجوري. مش عارف في اكتر من برودكت كاتيجوري ولا لا. ممكن نعمل برودكت كاتيجوريز. البرودكت كاتيجوري هو هنا جايب البرودكت كاتيجوري دي لازم هي كده. طيب احنا ممكن نروح على التقرير مرة تانية، نقول له اعمل لنا دي مش لنا تسمية الكاتيجوري، هو دي اعملها لنا تسمية الكاتيجوري. عايزين البرودكت كاتيجوري. هو اللي بتتخذ الايه اللي فوقها. وانا مش عاوز دي، انا عاوز ال- وليه مش مجهز التقرير ده. هو المفروض ان هو بيجيب البرودكت كاتيجوري وجايبها ريال تسمية، بس ما اعرفش فين هو نعملها ريال تسمية. ممكن نخليها بالبرودكت على طول مرة واحدة. طبعا عايزين نحدد بقى حاجة تحت البرودكت ونحددها من هنا، أو نقول له سيلز أوردر حسب ما احنا عايزين. طبعا أدي كده هنا إيه أدي البرودكت اللي أنا أقدر إيه أطلعه بالبرودكت. تمام. فأنا عندي الأوفيس شير أقدر بقى أكسس على كل التفاصيل دي. طب لو أنا عملت منتج كده جديد، فهنا أنا كده منتج جديد. نقول مثلا برودكت، نقول مثلا سين جي. تمام. نقول له أي حاجة الكاتيجوري بتاعتي مثلا سيلابر. نحط هنا سيف. نقول له التكلفة مثلا آه، 200. سعر البيع مثلا 600. باجي هنا إيه أسيفه وأنا كل ده بيحسب 80% من سعر البيع ده المينيمم برايس، ما ينفعش أقل عن الرقم ده. أنا لو رحت هنا على الأوردر، عملت هنا نيو، اخترت عميل، قلت له ادخل البيع، قلت له هنا مين تاني السين هو ده. قال لي إيه عندك الليمت كوست 200، اللي هي الليمت كوست 200 وتوتال 200. ليه؟ أنا لسه ما عدلتش الإيه كمية. لو زودت 200 الليمت كوست 200 وهنا الإيه البتاع. طيب اليونت كوست ب 400 600، اليونت برايس ب 400 600، المارجن ب 800. اللي هو توتال سعر البيع 1200 ناقص 400 توتال كوست يدينا مارجن كام؟ طيب لو انا عملت هنا كده سيف
طبعا المنتج هنا مش هاند. عملت هنا كونفيرم. لو رحت هنا على الريبورت جيت سيلز اوردر لاين وعملت بحث عن البرودكت 450 ده، ده يظهر معايا هنا اهو. في عندي قطعتين متباعين، الكوست بتاعتهم اليونت كوست بتاعت القطعة الواحدة 200، توتال الكوست بتاع القطعتين دول 400، اليونت برايس ب 600 اللي هو سعر بيع القطعة، سب توتال القطعتين دول ب 1200، المارجن بقيمة 800، ونسبة المارجن كام؟ 67%. طبعا أقدر أطلعها على مستوى منتج واحد، أقدر أطلعها على مستوى إيه كل المنتجات بتاعتي، وأعرف عندي الكميات بتاعت المنتجات والتفاصيل بتاعتها، كل الحاجات دي، بحيث إن أنا أبقى قادر أشوف. وأنا عملت هنا ليست كده يجيب لك المنتجات الأكثر مبيعا، كميات، و في الأقل. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون مفيد. وإذا كانت المعلومة مفيدة يا رب يكون استفدتوا. تشتركوا كده في القناة وتعملوا سبسكريبشن وتابعوا كل جديد منا عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم، سلام.